الانقسامات تعصف بريال مدريد بعد خماسية برشلونة. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن الأوضاع داخل قلعة ريال مدريد بعد فضيحة الكلاسيكو. وتوج فريق برشلونة بلقب السوبر الإسباني أمس للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعدما اكتسح غريمه ريال مدريد ب5 أهداف مقابل هدفين. وبحسب موقع ريليفو الإسباني، توجد انقسامات حاليا داخل مستودع ريال مدريد حول مصير المدير الفني كارلو أنشيلوتي. وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد دافعت عن أنشيلوتي، إلا أن بعض مسؤولي النادي لا يتفقون مع طريقة عمله حاليا. وتعرض أنشيلوتي لانتقادات عديدة خلال الموسم الحالي بسبب نتائج الفريق المتذبذبة، خاصة ضد الفرق الكبرى، حيث أنه خسر أمام برشلونة وميلان وليفربول وتعادل مع أتلتيكو مدريد. كما تعرض أنشيلوتي للانتقاد بسبب قلة استخدامه للاعبي الأكاديمية رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق هذا الموسم. كما يعاني الريال حاليا من تراجع في اللياقة البدنية، وقد طالب البعض أنشيلوتي بإجراء المزيد من المداورة. وأشار التقرير إلى أن حالة التوتر وصلت إلى غرفة الملابس، حيث حدثت انقسامات بين اللاعبين تجاه بعض القرارات التي أشعرتهم بعدم التقدير أو سوء المعاملة، مما اضطر أنشيلوتي للاعتذار لهم. في الوقت ذاته تعرضت الإدارة أيضا إلى الانتقادات بسبب عدم تدعيم الفريق، ورغم رؤيتهم بحاجة الفريق إلى عناصر جديدة، لكن لا تزال فكرة فلورنتينو بيريز تهدف إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي في المقام الأول. وأوضح التقرير أن بيريز يصر على التعاقد فقط مع اللاعبين المهمين وعدم دفع أموال في أي صفقة أخرى، ولذلك ينتظر النادي انتهاء عقد ترينيث ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم. ننتقل إلى أخبار لاعبي برشلونة. كوندي، هذا ما قلناه لبعضنا بعد طرد تشيزني. أبدى جوليس كوندي نجم برشلونة سعادته الغامرة بالانتصار ب5-2 على غريم التقليدي ريال مدريد مساء يوم الأحد الماضي في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية. وقال كوندي خلال تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: الانتصار له طعم خاص، مضى موسم كامل دون أن نفوز بلقب، بالإضافة إلى ذلك كان ضد ريال مدريد في الكلاسيكو. وأضاف: طبقنا خطة المباراة بشكل جيد كما فعلنا في سانتياغو برنابيو، لعبنا بهدوء وصبر كبيرين، وكنا نعلم أن التزامنا بالخطة سيقودنا إلى الفوز. وتابع: اجتمعنا وقلنا إنه لا يمكن أن نفقد هذا الفوز. واستكمل الدولي الفرنسي: الانتصار يعطينا دفعة إضافية من الثقة، الآن لدينا لقب بالفعل كنا بحاجة إليه واستحققناه. ونبقى في أخبار برشلونة. مواجهة مفصلية لإسدال الستار على أزمة أراوخو. كشف تقرير صحفي إسباني عن آخر المستجدات بشأن مستقبل الأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة. وارتبط اسم أراوخو بالانتقال لصفوف يوفنتوس في يناير المقبل في ظل حاجة البيانكونيري لتدعيم دفاعه. وشارك أراوخو في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد في منتصف الشوط الثاني بدلا من المصاب إنيغو مارتينيز، وساهم في فوز البارسا ب5-2 والتتويج بلقب السوبر الإسباني. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن يوفنتوس قدم بالفعل عرضا أوليا لبرشلونة قيمته 35 مليون يورو، لكن البارسا رفضه لأنه يرى أن قيمة اللاعب أعلى بكثير. وأضافت برشلونة: فتح الباب أمام رحيل أراوخو إذا تلقى عرضا ماليا جذابا. ووضعت الصحيفة عنوانا لتقريرها: أراوخو حان وقت المواجهة. وذكرت أن تلك المواجهة المفصلية ستكون بين المدير الرياضي ديكو وأراوخو لعرف رأي اللاعب مباشرة، وما إذا كان يريد الاستمرار في النادي الكتالوني أم لا. وعلم ديكو أن نية أراوخو تتجه إلى الرحيل للحصول على دقائق لعب أكثر،
لكنه يريد أن يسمع ذلك من اللاعب نفسه. ولفتت الصحيفة إلى أن يوفنتوس ما زال متمسكا بضم أراوخو وينوي رفع قيمة عرضه إلى 50 مليون يورو، لكنه لا يزال بعيدا عن مطالب برشلونة. رونالدو يوافق على تجديد عقده مع النصر لسبب واحد: كشفت تقارير صحفية تطورات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد الأنباء التي ربطته بتجديد عقده مع العالمي خلال الفترة الأخيرة. رونالدو صاحب 39 عاما دخل الفترة الحرة في عقده مع النصر، حيث من المقرر أن ينتهي خلال الصيف المقبل. وذكرت صحيفة أوغوغو البرتغالية أن رونالدو وافق على تجديد عقده مع النصر لمدة موسم آخر لينتهي في صيف عام 2026 ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في كرة القدم. وأكدت العديد من المصادر الأجنبية والمحلية أن رونالدو يتقاضى راتبا سنويا مقدرا بنحو 200 مليون يورو. أوضحت أن رونالدو وافق على تجديد عقده مع العالمي بعد التأكد من قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة مع الهلال والاتحاد على كافة الألقاب. وكان الدون قد انضم لصفوف النصر خلال يناير 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف بعد الانفصال عن مانشستر يونايتد. ويمتلك رونالدو حصيلة تهديفية مذهلة مع النصر، بحيث شارك في 90 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية والعربية، سجل خلالها 81 هدف وقدم 18 تمريرة حاسمة. تغيير محتمل لخطة مشاركة المنتخب المغربي في الشان المقبل. طرأ تغيير كبير على مستوى خطة مشاركة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين المقرر انطلاقها الشهر المقبل. وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن التوجه هو مشاركة المغرب بمنتخب أقل من 19 عام، بعدما كانت النية التوجه لخوض البطولة بمواليد 2000 فما فوق تحت قيادة المدير الفني طارق السكيتيوي. ووفق ذات المصادر التوجه صار هو المشاركة بالناشئين في انتظار القرعة يوم الأربعاء المقبل لمعرفة آخر التطورات بانضمام منتخبات من شمال إفريقيا كانت قد أعلنت في السابق انسحابها من البطولة. وكانت حالة من الارتباك قد رافقت المسابقة القارية في ظل عدم جاهزية عدد من الملاعب لاستضافة البطولة، كما أن المنتخب المغربي المحلي ألغى معسكره الذي كان مقررا أن يبدأ يوم الاثنين، قبل أن يوضح مصدرنا أمس أن هذا القرار يتعلق بانشغال عدد من اللاعبين بمباريات مهمة مع أنديتهم. ويثق الاتحاد المغربي لكرة القدم في منتخبات أقل من 19 عام الذي خاض مؤخرا تصفيات الكان في مصر وتأهل للنهائيات. والجدير بالذكر أن بطولة الشان ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا بين 1 و 28 فبراير المقبل. وفي أخبار ريال مدريد، الريال يهين ليفربول، من يقول كش ملك في لعبة النفس الطويل. وجد ترينت ألكسندر أرلوند نجم ليفربول نفسه وسط صخب عارم في ظل محادثاته الجارية على جبهتين مع مفاوضي الريدز وريال مدريد في آن واحد، إذ بدأ البعض يتصيد أخطاءه لفرض واقع جدلي حول مستقبله الغير المحسوم حتى الآن. ودخل أرنولد الفترة الحرة من عقده مع ليفربول قبل 6 أشهر من نهايته رسميا، وبالتالي من حقه التفاوض والتوقيع رسميا لأي ناد آخر إن لم يقتنع بالبقاء في ملعب أنفيلد. وسط كل ذلك يبدو أرنولد هادئا ولا يظهر أي انفعال، محاطا بعائلته التي لا تتردد في دعمه أبدا. فقد كشف فيرجيل فان دايك زميل أرنولد في ليفربول عن لمحة من ذلك الدعم الذي يتلقاه، وقال بعد مباراة يونايتد الماضية في الدوري والتي انتهت ب2-2 نافيا تشتت اللاعب بعرض الريال: لا تساورني أي مخاوف حول ذلك. ترينت لديه أشخاص كثر من حوله، عائلته وكذلك نحن أيضا.